السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي اكتر من شهر او شهر وزيادة ما عملتش معاكم فيديوهات ولا صورت ولا عملت اي حاجة. اولا كده طبعا الفيديو ده مش متصور حاليا، الفيديو ده كان متصور قبل التعب اللي انا كنت فيه. يعني الفيديو ده متسجل عندي على التليفون، هو فيديوهات كمان، بس بصراحة ما كنتش قادرة ان انا حتى امنتجهم ولا حتى اعمل صوت عليهم ولا اي حاجة من الحاجات دي. فالفيديو ده والفيديو اللي هينزل بعده كمان الفيديوهات دي متسجلة آه، او كانت موجودة عندي على التليفون. فانا حبيت ان انا يعني ايه، على بال بس ما اخد كمان فترة نقاهة كده انزل لكم بالفيديوهات دي، لاني حرام انا تعبت فيها جدا جدا وما ينفعش ان انا يعني اسيبها ان هي ايه ما تتعرضش. من خلال الفيديو ان شاء الله هقول لكم سبب غيابي، وانا ليه كل الفتره دي غبت عنكم. انا من يوم العيد ما نزلتش فيديوهات، من يوم العيد الكبير ما نزلتش فيديوهات، لان بجد بجد يعني ربنا هو اللي كان عالم يعني انا كان فيا ايه. فالحمد لله والشكر لله ان ربنا عافانا، وربنا يا رب يدينا كلنا الصحه يا رب، وما يحرمش حد من صحته ولا عافيته يا رب. ايام ما كنت ايام العيد انا فعلا كنت حتى قبل العيد كنت تعبانه. كان المفروض ان انا بحضر علشان خاطر داخله اعمل عمليه تفتيت حصاوي في الكلى. ف يعني بعد ما عملت الاشاعات وعملت التحاليل وكل حاجه، وحتى عملت اشعه مقطعيه. بعد ما عملت الاشعه المقطعيه بحوالي 4 أو 5 ايام وخلاص انا بتجهز خلاص للعمليه بتاعتي، فاكتشفت بعد كده ان انا حامل. فبقى مش عارفه يعني تعبانه، هل تعب الحصاوي وتعب الكلى والاملاح والحاجات الموجوده عندي، ولا تعب الحمل. فبقيت فعلا بجد كنت تعبانه جدا جدا، وما بقتش قادره اقوم من حتى من على السرير. طبعا كلنا ستات، والستات الكتير اللي بتتابعني عارفه يعني ايه بقى ست حامل في اول 3 اشهر. ارهاق، ترجيع، دوخه، بصوا كل حاجه. وبعدين حمل الصيف كمان بيبقى وحش قوي بصراحه، فبيكون يعني رخم بصراحه يعني. طبعا انا رجعت كتير جدا جدا وتعبت جدا جدا، واضطريت ان انا ادخل المستشفى. قعدت في المستشفى اسبوع، وبعد الاسبوع دوت جوزي قال لي لا ما ينفعش تنيكي قاعده في المستشفى، احنا هنروحك البيت وخدي محاليلك وخدي علاجك في البيت. فبقوا بصراحه قاعدين جنبي محاليلي، حقن، ادويه، كل الحاجات دي بقيت اخدها في البيت. طب انت دلوقتي في الكام بقى يا نوره، وصحيتي ولا لسه؟ انا حاليا ماشيه في الشهر الثالث ان شاء الله، ربنا يكمل على خير يا رب. ويعني شويه بصحى وشويه بتعب تاني، لاني مش على حال، يعني فاهمين قصدي، مش على حال. كلنا عارفين يعني ايه ان ست تكون حامل، ودي مش اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع مره ليا، دي سادس مره ليا حمل. كنت الاول لما كنت بحبل ما كانش بيعيش لي ولاد. فيا اما ما كنتش بكمل الحمل، ممكن يكون كان في السادس وفي السابع وينزل، او خلاص ملوش نصيب. فانا معايا دلوقتي حاليا معايا 3 اولاد، ربنا يخليهم لي يا رب، ويخلي كل واحده فينا يا رب ولادها ويشفي كل مريض يا رب. فانا بالنسبه ليا ده رقم 6 ليا. فبجد فعلا فعلا ان كل مره عن المره اللي قبلها احنا بنبقى فعلا تعبانين جدا. بنحس بقى بالفرق في كل حاجة، في جسمنا، في حتى في الأكل، في الشرب، في قلة النوم، في التوتر. انت بتبقي متوترة بزيادة. اول حمل ليكي انت بتبقي مستنياه بفارغ الصبر، بتحسي كده ان انت يعني ايه، هيجيلك بقى نونه جديده وبتقعدي تلعبي معاه ومش عارفه ايه، حاجه جديده. على ما بتيجي تاني حمل بتبقي عايزه بقى ايه، تقومي بسرعه عشان خاطر الاولاني ما يتظلمش، اللي هو ابنك الاولاني مثلا ايه، ما يتظلمش ان انت سايباه كل الفتره دي وراقده. فاهمه قصدي؟ لما بتيجي بقى مثلا، يعني كانت مامتي الله يرحمها تقول لي ان يعني صاحبه العيال ما بتنامش. يعني انا مثلا دلوقتي معايا 3 اولاد، معايا الكبير كريم في رابعه. وطبعا كلكم عارفين يعني ايه منهج سنه رابعه، ولو ما بداتش معاه من الاول يعني من اول السنه هو هيتوه مني. فانا حابه ان انا يعني اقوم اذاكر لابني. معايا سيف طبعا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، عنده شويه مشاكل برضو، ما ينفعش ان انا اسيبه لحد، لان هو
بيتعب بسرعة، لو عيط كتير بيتعب، لو يعني ما بيقدرش يمشي كتير، لو مشي كتير بيقع، فبخاف عليه. فعلى قد ما باقدر يعني بقيت أقوم كده وأساند نفسي إن هو أقعد قصاد عيالي، ومعايا حسن صغير 5 سنين طبعًا، تأسيس حضانة وتأسيس دروس، الحاجات دي كلها لو ما كنتيش هتنتبهي لهم في السن ده مش هينفعوا. يعني حسن ابني لو أنا ما انتبهتلوش أثناء الحضانة وأثناء الدروس لأ مش هينفع. وطبعًا أنتم عارفين إن الرجالة ما بتاخدش بالها من الحاجات دي، أنا ساعات باقعد باباه معاه يكتب الواجب وهو بيكتب له الواجب، يعني باباه بيكتب له الواجب عشان يريّح دماغه يعني. فطبعًا كل أم فينا لازمًا إن هي يعني تتشجّع كده وتقوم، وربنا يعين كل واحدة يا رب على عيشتها وعلى حالها. وأنا الحمد لله والشكر لله بدأت إن أنا يعني أفوق شوية. هم بيبقوا أول 3 أشهر دول فعلًا بيبقوا رخمين جدًا، جدًا في موضوع الترجيع والدوخة وإن أنتِ متوترة. وأنا يعني بُصّوا بجد والله العظيم أنا من كتر تعبي المرّة دي، أنا كنت باتمنى من ربنا إن الحمل ده ما يكملش، بس خلاص بقى يعني إيه ما ينفعش خلاص ما عادش ينفع. فربنا يا رب يسترها معايا ومع كل الناس. حبيت بس إن أنا أطلع كده أتكلم معاكم، لإن بجد أنا يعني أنتم وحشتوني جدًا، جدًا. لإني ليّا أخوات وليّا أصحاب كتير جدًا، جدًا على القناة ما بيعرفوش يتواصلوا معايا على الخاص، فبجد بقوا بيبعتوا لي في التعليقات: "يا نورة أنتِ فين؟" حتى نزّلت منشور من كام يوم كده إن أنا يعني تعبانة وكده، برضه دخلوا لي في التعليقات، سألوا عليّا كتير جدًا. وبجد باحب أشكر كل حبايبي وصحابي اللي اتواصلوا معايا على الخاص، وإيمان. إيمان دي حبيبتي جدًا، جدًا، يعني ربنا يبارك فيها يا رب ويعزّها. بقت مش قادرة يعني بقت تعيّط بالدموع كده إن هي مش جنبي، إن هي مش عارفة توصل لي، مش عارفة تجيني حتى تشوفني، لإن هي كانت على طول على تواصل معايا وشايفاني وأنا فعلًا كنت تعبانة جدًا، جدًا. بس الحمد لله إن شاء الله هننزل فيديوهات، وإن شاء الله هنصور بقى فيديوهات مع بعض، وإحنا بنضبّط بقى، بنعمل روتينات، بنعمل أكل، على قد ما هنقدر ننوّع علشان خاطر إيه، تبقى ذكرى حلوة عندنا في القناة إن أنا كنت مثلًا وأنا كنت حامل، كنت شغّالة باعمل الحاجة دي، أو مثلًا مجدّدة هنا وأنا كنت حامل، نستعد بقى نشوف هنعمل إيه. الحاجات دي كلّها إن شاء الله هننزّلها لكم. بجد يعني أنتم وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا. عايزة بقى كل اللي يشوف الفيديو ده ولا يحط لايكات ولا يعمل حاجة، عايزة كل اللي يشوف الفيديو ده إن هو يدعي لي إن ربنا يقويني على اللي أنا فيه، ويقويني على ولادي وعلى عيشتي وعلى بيتي، ويقوي كل ست ربنا مراضيها بولادها وحامل، واللي ربنا ما رادلوش إن هو تكون أم، أو ربنا ما رادلهمش الخلفة، يا رب، يا رب ربنا يكرمهم جميعًا يا رب، وبيبقوا مش عارفين يحوشوا الولاد يودوهم فين. ربنا يكرم الجميع يا رب بالذرية الصالحة، وربنا يا رب يحسن خلقه وخلقه إن شاء الله بإذن الله. ف عارفة إن أنا رغيت كتير أوي، أوي في الفيديو ده، بس الفيديو ده أنا كنت عاملاه معاكم. بجد كنت متحمسة فيه، وأنا يعني كنت متحمسة أوي وأنا باعمل الفيديو، وطلعت دبحت وعملت رز معمّر، وعملت صينية بطاطس كده ني زي ما أنتم كنتم شايفينّي دلوقتي شغّالة فيها، وحطيت لها شوية البهارات بتاعتها الحلوة. وعلّقت على الغدا، وعملت كمان شوية تفريزات حلوة جدًا، جدًا في اليوم ده. قُلت عشان خاطر لو أنتِ سِت عاملة، أو أنتِ سِت مثلًا برضه وراكِ ولاد وبتبقي ساعات مستعجلة، ساعات ولادِك كده يقولوا لِك: "يا ماما عايزين ناكل مكرونة بشاميل، عايزين ناكل يا ماما بيتزا." بتبقى عايزة تعملي حاجات كتيرة جدًا، بس بيبقى ما عندكيش وقت كتير كافي يعني إن أنتِ تعملي فيه كل الحاجات دي. فأنا عملت معاكم والله الفيديو ده يعني بقلبي، بقيت فرحانة جدًا، جدًا إني أنا في اليوم ده قُمت صوّرت كده واجتهدت وبدأت إن أنا أصوّر، وكنت فرحانة جدًا إني هانزّل فيديوهات علشان خاطر أرجع أتواصل معاكم تاني وأشوف تعليقاتكم الحلوة، لإني أنا باقرا كل التعليقات وبارُد على كل التعليقات، سواء تعليقات إيجابية أو سلبية، أنا بارُد على الكل. يعني الحمد لله ما بييجيليش تعليقات سلبية قد ما بييجي لي تعليقات تشجّعني، لإن بجد أنتم أخواتي وعلى دماغي من فوق. إن شاء الله يا رب ادعوا لي بقى كده،
ونعمل مع بعض فيديوهات حلوه، ونعمل مع بعض برضو اكلات حلوه، بس على قد ما هنقدر يعني، انت فاهميني. لان الواحده الحامل صراحه يعني محدش يعتب عليها. ممكن تبقي حلوه وبتكلمك حلو خالص واليوم معاها ماشي حلو، وتشوفيها وتلاقيها بتضحك وبتهزر، وتاني يوم ما تقدرش اساسا تقوم من السرير ذات نفسه. مش ما تقدرش تتكلم، ده ما تقدرش تقوم من السرير ذات نفسه. ليه؟ لان فعلا محدش يعتب على الحامل، لان ممكن سبحان الله ربنا يبدل الحال من حال. ممكن تبقى حلوه خالص وفجاه تبص تلاقيها تعبت وخلاص هي مش قادره تعمل اي حاجه. تمام. الفيديو ده بقى بعد ما خلاص كنت خلاص اتغدينا، او المقطع ده كنا خلاص اتغدينا وشلت الغدا وغسلت المواعين، وكنت فارمه لحمه من بتاعه العيد اهي. وقلت بقى ايه اعصقها كلها كده، عصقت حوالي 3 كيلو من اللحمه المفرومه علشان خاطر اعينها متفرزه متعصقه جاهزه في قلب الفريزر. حطيت كده اللحمه وحطيت عليها البصل، وكمان حطيت عليها كده ايه ما شاء الله حوالي 4 قرون فلفل اخضر كده كبار، علشان خاطر الفلفل بيديها ريحه. وبهرتها بقى يعني زي البهارات، اي بهارات بقى انت بتحبيها. انا حطيت 7 بهارات وحطيت فلفل اسمر وخلاص كده يعني. ما حطيتش حاجات تانية كتير اكتر من كده، علشان خاطر بس ايه اللحمه تكون ليها ريحه. لما تيجي بقى انت تطلعيها وتسخنيها، او مثلا هتعملي بيها مثلا مكرونه بشاميل، هتعملي منها بيتزا، هتعملي جلاش، هتعملي منها اي حاجه، ممكن انت تضيفي اي توابل تانية انت عايزه تضيفيها بعد ما تسخني فيها. تمام كده زي الفل. انا هنا كنت ببشر كده واحده جوز الطيب. انا بحب جوز الطيب بصراحه. الناس بقى اللي بتختلف تقول حرام حلال، بس هي حلوه. بس انا ما بكترش يعني، ما شاء الله لما احط واحده بس، لما احط واحدة جوز الطيب على 3 كيلو لحمة، لا مش كتير. حتى الملح الناس هتشوفه كتير، لا مش كتير. دول 3 كيلو لحمة يعني، المفروض ان كل كيلو لحمة بياخد معلقة، قولوا دول 3 معالق من الملح. تمام كده زي الفل. سبتها بقى تستوي وخلاص. بعد ما استوت حبيتها كده في الاكياس اهي. ودي كمان لحمة انا كنت فرماها. سبتها قلت بقى نعمل كفتة او اي حاجة. وكمان كنت دقة كفتة اللي هي كفتة الرز ورا هناك اهي. انا كفتة الرز ما بحبش اعينها يعني متحمرة، بحب اسيبها كده واطلع مثلا الكيس وبعد كده احمره، بيبقى ليه يعني ريحه مميزه. ما بتبقاش الزيت لما بيخش الفريزر بيبقى ليه قته كده. فعملت برضو هنا ما شاء الله 5 اكياس كده من الكفته بتاعه الرز. ان شاء الله نبقى نعملها تاني مع بعض. انا عملتها معاكم في القناه ونبقى نعملها تاني ان شاء الله في القناه، واوريكم ازاي طريقتها بتتعمل ازاي. هدخل بقى الحاجات ديت الفريزر. وكان ابو كريم بقى كان جايب لنا ذره تحت عشان نشوي، فنادى عليا قال لي لا ده بقى في اليوم اللي انا ايه صورت فيه، يعني في اليوم اللي انا عملت فيه المونتاج. قال لي تعالي ناكل ذره، اللي هو يعني ذره بقى اخضر اهو. عملنا راكيه كده تحت البيت، وكان عمال بقى هو ايه يشوي لنا الذره. انا يعني بصراحه اكلت نص كوز بس، لاني لا ما مش قادره بصراحه. بس في الايام العاديه ممكن اكل كوزين 3 يعني. لو انا مش حامل كنت كلت لي 3 4 تجزان عادي. لكن انا في الوقت ده لا، ما بحبش ازنق نفسي كتير. ممكن اكل 5 6 مرات في اليوم، بس اللي هو اكل مقطع كده. ما باكلش اكل كامل عشان خاطر برضو ما تعبش، وان الترجيع بيتعب جدا جدا. فبدات ان انا احافظ على نفسي. بجد محتاجه منكم دعوه حلوه جدا جدا جدا. بحبكم جدا جدا، واسفه لو طولت عليكم في الفيديو. بس بجد انتوا كنتوا وحشيني جدا، وعايزه ارغي معاكم كتير. وقولوا لي لو عايزيني افتح بس، نفتح بس مباشر ونقعد نتكلم فيه زي ما احنا عايزين. ما تنسوش تحطوا لايك ده الفيديو بقى، عشان يعني تعبانين فيه بقى ما ينفعش. حطوا لايك للفيديو، واللي مشتركش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه. بحبكم جدا.